طب انا عايزه اعرف لما بتصممي انت ايه اول حاجه بتيجي الاول بالنسبه لك، يعني الشكل ولا الوظيفه؟ بحس ان دي حاجه بتبقى بصي controversial شويه من كل ديزاينر، وهي instinctive، يعني هي مختلفه من كل بروجكت لغيره. لكن انا شايفه ان الفانكشن هو الاساس، هو البيز. حاجه من غير فانكشن هتبقى مجرد شكل من غير وظيفه ملوش لازمه، وظيفه طبعاً. من غير شكل حاجه ممله. فهم they have to go hand in hand. لكن لو انا هدي اولويه لحاجه اكتر، اكيد هدي اولويه للفانكشن، لان في الاخر انا عايزه اعمل كرسي. الكرسي ده لازم يتقعد عليه. طب هيتحط في صالون ولا هيتحط في ليفينج روم ولا هيتحط كده از كوزي لاونجينج تشير؟ لازم اعرف الفانكشن بتاعته ايه، وعلى اساسه ببتدي ابني الديزاين. واعتقد يعني انا كمان اوافقك في الراي ده، واعتقد ان هي برضو معظم المجالات بالذات مجالات التصنيع بتبقى واخده حته الفانكشناليتي دي في الاعتبار. بالظبط. وكتير من الديزاينرز بيبقوا نفسهم ان هم يحلموا كده، بس احنا دورنا برضو كمصنعين ان احنا بنفرمل الدنيا ونعيشهم على ارض الواقع. بالظبط، ده حقيقي. معاكي. طيب لما بتشتغلي بقى على قطعه جديده، انا عارفه ان انتي furniture designer، فعاده الالهام بيجيلك منين؟ بصي، احنا interior designers و furniture designers. الالهام ملوش مكان معين بيجي منه، بيجي من وحي كده، ربنا هو اللي بيلهم عليه الواحد. ممكن يجي الالهام ده من سفريه سافرتها، ممكن يجي من فستان شفت ممثله لابساه في فيلم قديم، ممكن يجي من الكلاينت نفسه. لكن اهم حاجه بالنسبه لي لما يجي الانسبيريشن ده، ان انا احاول الينك الكلام ده للعميل اللي عندي، سواء هيعمل قطعه فرنتشر او هيعمل ديزاين في البيت. لازم الانسبيريشن ده يكون مبني على هو عايز ايه. فالديفرنت انسبيريشنال اسبكتس اللي بتيجي من حاجات كتير قوي، لكن اهمهم الفيلينج او الفايبز اللي هحسها من الكلاينت عشان اطلع له الحاجه بتكون بتعكس شخصيته. انا حسيت برضو من الفيديوز بتاعتك ان انت you're trying to appeal للايموشنال سايد اوف كل كاستمر. ممكن تحكي لنا اكتر على الحته دي، وبرضو من خلال الستوري تيلينج اسبكت بتاعت معظم فيديوهاتك؟ بصي، انا بيفرق معايا قوي الكلاينت عايز ايه. يعني دور المصمم الاهم دور للانتيريور ديزاينر ان هو يعرف العميل بتاعه عايز ايه وحابب ايه، وياخد ده يترجمه لحاجه ملموسه، مش مجرد بروتوتايب هترجمه على كذا كلاينت. فلازم البيس اوف فرنتشر او الانتيريور ديزاين ده، هو مثلا كلاينت بيجي بيقول لي انا بحب الكلاسيك ستايل، دي كلمه واسعه قوي. طب بتحب ايه في الكلاسيك؟ نقعد نبعت له صور، يبعت لي طب حضرتك عاجبك ايه في دي. بنوصل في الاخر كده الفورمولا، يعني بتبقى فيها ترايل اند ايرور، عارفه زي تجارب الكيمستري، لغايه لما نعرف خلاص الكلاينت ده احنا عرفنا عايزين 1 2 3 عشان نقدر نديله السيت اب اللي هيرفلكت البيرسوناليتي بتاعته. فبيبقى مهم جدا، يعني اهم نقطه بالنسبه لي ان احنا ناخد الانبوت من الكلاينت، نمحوره، نفهم هو عايز ايه، ونديله اللي هو عايزه على اكمل وجه.